في قلب مصر القديمة وسط المعابد والأهرامات كانت التماثيل بتحكي حكايات أعظم حضارة في التاريخ على مدخل الجيزة. واقف أبو الهول، الحارس الصامت اللي بقاله آلاف السنين بيحمي الأهرامات بملامح غامضة ونظرة مليانة أسرار. وفي كل مكان هتلاقي رمسيس الثاني، الملك اللي ساب بصمته في كل معبد وكأنه عايش لحد النهاردة. أما إخناتون فكان مختلف عن كل الفراعنة، حتى تماثيله كانت غريبة بملامح طويلة ورفيعة، لأنه كان بيعبد الشمس وغير كل حاجة في مصر. ولما تيجي سيرة الجمال الملكي، مين غير نفرتيتي؟ تمثالها لسه ساحر العالم وكأنه منحوت من النور. وأخيراً الكاتب الجالس، مش ملك ولا إله، لكنه من أروع التماثيل بعينيه اللي تحسها بتراقبك وبتسجل التاريخ. كل تمثال في مصر القديمة مش مجرد حجر، ده قصة بتحكي مجد حضارة، ولسه سرها بيخلي العالم كله مبهور.